أنا أسفة للغاية، لكننا لا نحتفل بعيد الهالوين، ومع ذلك بما إنكم أتيتم وأضأتم عتبة بابي سأفتح منزلي خصيصا لكم غدا. حنان ترك رفضت تحتفل بالهالوين ووعدت جيرانها تحتفل معاهم يوم الجمعة على طريقتها، وفعلا وزعت عليهم شوكولاتة ووافل وقالت بشكر ربنا اللي ألهمني بالفكرة دي. عبرت حنان ترك عن أسفها لعدم احتفالها بعيد الهالوين وقالت أنا أسفة للغاية، لكننا لا نحتفل بعيد الهالوين، ومع ذلك بما إنكم أتيتم وأضأتم عتبة بابي سأفتح منزلي خصيصا لكم غدا الجمعة من الساعة 5 إلى الساعة 7 مساء مع الوافل محل الصنع وحلوى الشوكولاتة. ووضحت حنان ترك إنها هتكون سعيدة جدا بزيارة جيرانها، وعبرت عن حماسها لمشاركة لحظات مميزة معهم، وتمنت ليهم فصل خريف رائع. الرسالة عكست الجوانب الإنسانية للدعوة، وركزت حنان ترك على أهمية العلاقات الطيبة بالرغم من اختلاف الثقافات والتقاليد، وقالت أنا سعيدة حقا لأن الجميع حضروا وقبلوا دعوتي. شكرا جزيلا لكم جميعا على تفهمكم موقفي ومشاركتكم هذه اللحظة معي، واشكر الله على إلهامي بهذه الفكرة وعلى مساعدتي في تحقيقها. الحمد لله.